المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء وأستهلها بالعناوين. إصابة 38 مواطنا بفيروس كورونا. السيطرة على الجراد المتكاثر في قلعة العلو. غرف لانتظار الحوامل تسهم في تقديم خدمات ناجعة في عتك اليزان. قوات بريطانية تصل إلى مالي للانضمام للبعثة الدولية لحفظ السلام. الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات على أنقرة. وتجدد الحرائق في غابات كاليفورنيا والنيران تلتهم مساحات واسعة. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 4 ديسمبر في مراكز العزل بأقاليم القاشبركة والأوسط وجنوب البحر الأحمر أظهرت إصابة 38 مواطنا بفيروس كورونا. وقدم 35 من المصابين من السودان بطرق غير نظامية في الأسابيع الماضية، وكانوا في مركز العزل بأديبرا، وواحد عاد من إثيوبيا بطريقة غير نظامية، وكان في مركز العزل في جيفدو بإقليم جنوب البحر الأحمر، واثنان من أسمرة. في غضون ذلك شفي 10 مواطنين من فيروس كورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية في مستشفيات إقليمي القاشبركة وجنوب البحر الأحمر. بهذه الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ عدد المصابين في البلاد حتى اليوم 632، شفي منهم 508، ولا يزال 124 مصابا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة أسمرة 4 ديسمبر 2020. تمت السيطرة على الجراد الذي لم يبلغ مرحلة الطيران، والذي ظهر في ضواحي بدة وعدايتو وإنجل وقلعلو وعسعيلة ومناطق أخرى في مديرية قلعلو. أوضح مسؤول الزراعة في المديرية السيد يوسف حسين تنفيذ حملة إبادة فاعلة بمشاركة وزارة الزراعة وإدارة المديرية والضواحي والمزارعين. وذكر أنشطة رش المبيدات الحشرية مستمرة لإبادة بقايا الجراد لكونه ظهر في وقت الحصاد. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية إلى أن أسراب الجراد القادمة من اليمن وإثيوبيا ظهرت بصورة متكررة في ضواحي بدة وعدايته وإنجل وقلعلو وعسعيلة، وتم السيطرة عليها بتضافر جهود الجميع. وهبت وزارة الزراعة بالمواطنين عامة والمزارعين خاصة الإبلاغ سريعا في حال ظهور الجراد الذي يشاهد في دول الجوار. تساهم غرف انتظار الحوامل المشيدة أخيرا في مديرية عتك اليزان في تقليل المشاكل التي كانت تواجه الحوامل القادمات من المناطق البعيدة ومتابعة صحتهن عن قرب بمساعدة الخبراء الصحيين. وأوضح مسؤول المستشفى الأهلي في عتك اليزان الممرض سامي الأسملاش إن الحوامل في المناطق الكائنة في شرق وغرب المديرية كن يعانين من نقص خدمات قبل وبعد الولادة، وإن التوعية المكثفة والجهود الحثيثة أدت إلى بناء غرف لانتظار الحوامل. وذكر الممرض ساميال أنه مقارنة بالعام الماضي ارتفعت نسبة متابعة ما قبل وبعد الولادة ب11%، والولادة في مستشفى عتك اليزان الأهلي ب5%، وهذا نتاج الجهود الجارية. وأشار إلى أن افتتاح قسم طب الأسنان أدى إلى الانتفاء لمتابعة والسفريات إلى كل من كرن وأسمرة، فيما يوجد برنامج لافتتاح قسم لطب العيون. في الختام قال الممرض ساميال إنه رغم أن مناطق معلده وبكسة البعيدتين من المؤسسات الصحية وزع لها طبيب ميداني لتحصل على خدمات الإسعافات الأولية، إلا أنه يجب خلق أجواء مناسبة لافتتاح مراكز صحية للحصول على الخدمات الصحية المتكاملة عن قرب. تقدم عيادة سلكة في مديرية فرو خدمات مرضية لتطعيم الأطفال عامة والتطعيم ضد السل للأطفال دون سن السنة خاصة، بالإضافة للتوعية الصحية. وقال مساعد التمريض في العيادة السيد إبراهيم أحمد إن التطعيم ضد السل ارتفع بنسبة 13% مقارنة مع العام السابق، وزيادة التطعيم ضد التيتانوس للمرأة من عمر 14،
وما فوق بنسبة 25%، وزيادة الولادة في المؤسسات الصحية بنسبة بلغت 77% مقارنة بعام 2018. وأشار إلى تقديم العيادة للتطعيم ضد السحائي الذي قدم عام 2019 من عمر السنة إلى عمر 30 سنة، ويتم حاليا تطعيم الأطفال الذين كانوا حينها دون السنة الواحدة. وأوضح مشاركة السكان لإصحاح البيئة بهدف مكافحة الأمراض المعدية، وشيدوا غرف لانتظار الحوامل ويقومون حاليا ببناء سور للعيادة، مشيدا بمساهماتهم. وتخدم عيادة سلكة سكان ضاحيتي قدم لحزين وكمهول. أهل مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية صورونا 21 أسرة محتاجة بالمواشي. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية بتأهيل الأسر كل منها بالضأن والماعز أو البقر ما قيمته 10,000 نقفة. أوضح مسؤول مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في المديرية السيد مسجنة في الساحة إن البرنامج يشتمل على تأهيل 10 من المعاقين ورعاتهم، و8 محتاجات ورعاية اليتامى، و3 مسنين ليس لهم راعي. من جهة أخرى تم تخريج 44 من الشباب أو شابات تلقوا دورة حول الخياطة والنسيج. وأكدنا المتخرجات تطوير مستواهن مستفيدات من المعلومات المكتسبة والفرص المتاحة. وتوضح المعلومات الواردة إن المديرية شهدت خلال السنوات ال5 الماضية دورات مماثلة. قدم الإريتريون المقيمون في ألمانيا حوالي 37 ألف يورو لتنمية صندوق أمانة الشهداء والتصدي لفيروس كورونا. وأفاد السفارة الإريترية في برلين بأن الجمعية التعاونية في توبنغن وضواحيها قدمت 2800 يورو، والجالية الإريترية في منطقة إسلنغن 3325 يورو، والإريتريون في دارمشتات وضواحيها والجالية الإريترية في الاتحاد الوطني أو مع الاتحاد الوطني للمرأة في دارمشتات 3000 يورو، والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية والجالية في قسن 1260 يورو، وجمعية حنداية الثقافية في مدينة قسن 630 يورو لتنمية صندوق أمانة الشهداء. وتبرعت الجالية الإريترية في كولن ب 3165 يورو، واللجنة الوطنية في مدينة سوبرتال 1500 يورو، ومجموعة الشهداء في بيليفيلد وضواحيها 460 يورو، واللجنة الوطنية في مدينة كاسل 900 يورو، واللجنة الوطنية في شتوتغارت وضواحيها 8500 يورو، واللجنة الوطنية في مانهايم 2825 يورو، والجمعية التعاونية للإريتريين في منطقة أوفنباخ 2345 يورو، والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة فرع مدينة فرانكفورت 1300 يورو، والإريتريون في منطقة نورفشتات 220 يورو، والسيدة صهية ولد جبريل من فرانكفورت 100 يورو، ومديرة نادي الجالية الإريترية في مدينة فرانكفورت السيدة جنة يماني 100 يورو لتنمية صندوق أمانة الشهداء. في غضون ذلك تبرعت فرقة متكل في مدينة فرانكفورت وضواحيها ب 1860 يورو، والجمعية جمعية المرأة المناضلة في فرانكفورت وضواحيها 2485 يورو للتصدي لوباء فيروس كورونا. بعد الفاصل سيداتي سادتي أعود لمواصلة الأخبار. قال مسؤولون بريطانيون إن مئات من الجنود البريطانيين وصلوا إلى مالي للانضمام إلى بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هناك، والتي تتعرض لأكبر عدد من الخسائر البشرية بين بعثات حفظ السلام في العالم. ولبريطانيا بالفعل 3 طائرات هليكوبتر شينوك و100 فرد يشاركون في مهام لوجستية في منطقة الساحل بغربي إفريقيا لدعم عملية برخان الفرنسية ضد المتشددين المرتبطين بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية. وقالت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة إن أحدث عملية نشر للجنود والتي أعلن عنها للمرة الأولى في يوليو عام 2019 ستوفر قدرات استطلاعية بالغة الدقة للبعثة الدولية المؤلفة من 14,000 رجل. وتشكلت بعثة مينوسما عام 2013 بعد تدخل فرنسا لطرد مقاتلين إسلاميين استولوا على صحراء شمال مالي وتقدموا صوب الجنوب.
أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في مؤتمر صحفي استعداد دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا بسبب استمرار أفعالها الأحادية وخطابها المعادي، مشيرا إلى أن أنقرة لم تخفض التصعيد في أزمتها مع اليونان استجابة للتواصل الدبلوماسي. واقترح الاتحاد الأوروبي في أكتوبر محادثات على أنقرة مهددا بفرض عقوبات في حال لم توقف تركيا أعمالها التي يدينها الاتحاد. واتخذ قرار تقييم الوضع خلال قمة في ديسمبر، وتم تكليف المفوضية بتطوير عقوبات اقتصادية باتت جاهزة للاستخدام فورا وفق فوندرلاين. ويتطلب فرض عقوبات على تركيا إجماع كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلا أن ألمانيا عرقلت حتى الآن تبني العقوبات على آمل التوصل إلى اتفاق لتطوير علاقة بناءة فعليا مع تركيا. أتت حرائق الغابات في كاليفورنيا هذا العام على مساحات قياسية، ولا تزال فرق الإطفاء تحاول إخماد ألسنة اللهب الممتدة. وأبرزت وكالة رويترز صورا لرجال الإطفاء وهي تحاول السيطرة على النيران الممتدة والتي تلتهم الأخضر واليابس. وتقول إدارة الغابات والحماية من الحرائق في الولاية كالفاير إن الحرائق أتت على أكثر من 2,000,000 فدان، أي على مساحة تفوق ولاية ديلاوير. وتحولت حرائق الغابات في شمال ولاية كاليفورنيا لتصبح واحدة من أكبر الحرائق في تاريخ الولاية، الأمر الذي أجبر الآلاف على الفرار. فيما دمرت الحرائق مئات المنازل والمباني الأخرى، مع بدء وصول التعزيزات لمساعدة رجال الإطفاء المنهكين. قال مسؤول بشرطة عاصمة جنوب إفريقيا أن انفجارا وقع في ثاني أكبر مصفاة للنفط في البلاد في ديربان، مضيفا أنه لم يتضح بعد إن كان أسفر عن إصابات أو وفيات. وذكر متحدث باسم شركة إنجن لرويترز التي تدير المصفاة أنه سيدلي ببيان في وقت لاحق. ولم يتضح إن كان الانفجار أثر على الإنتاج في المصفاة. وذكر الموقع الإلكتروني للشركة أن المصفاة تعمل بطاقة إنتاج 120 ألف برميل يوميا. انتهى سيداتي سادتي نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.